في 3 حاجات غريبة هيحصلوا معاك لمّا حد يفكّر فيك وتبقى أنت وحشه. أول حاجة إن اسمه هيتكرر كتير، هتلاقي على كل السوشيال ميديا واليوفط والإعلانات والأسماء اللي بتسمعها كلّها ليها علاقة باسمه. تاني حاجة هي إنك هتفكّر فيه أو هتحس بيه كده إن هو وحشك بدون أي مؤثِّر خارجي، مؤثِّر خارجي أغنية مثلًا تسمعها، مكان تروحه، حد من أصدقائكم المشتركين تقابله، ده أنت لو يعني ال3 حاجات دول حصلوا فلأ، أنت كده افتكرته بافتكارك للحاجات دي. لكن لمّا بدون سابق إنذار فجأة تلاقي قلبك بيدق كده وكأنه قريب منك جدًا، كأنك حاسس بيه وافتكرت مشاعر ما لهاش علاقة بأي حاجة، اعرف ساعتها إن هو بيفكّر فيك بمشاعر قوية جدًا كان لازم توصلك من نفس النوع. تالت حاجة برضه ودي مهمة جدًا، وهي إنك لمّا تنام تحلم بيه مش مجرد حلم عادي، لأ حلم بيقول لك فيه حاجة، بيورّيك فيه مثلًا إن هو اتغيّر، إن في حاجة طرأت على شخصيته، طرأت على حياته، style جديد، بيحاول بتفاصيل صغيّرة كده يبيّن لك إن تعالَ بُص عليَّ، تعالَ شوفني. فعايز بس أعرف في الكومنتات حصلت معاك كام إشارة منهم؟